كل من اوصانا بالدعاء والزياره زرنا بني الخيار. هسه وصلنا الى مقام القمه الجسر. هذا هو الجسر يعني على منطقه الحسينيه. وصلنا لهذا المكان. شلونكم شباب؟ شلونك علاي؟ هسه حاليا بالاستراحه على طريق كربلاء المقدسه، والشباب جاي يعني بقضاء الخضر. وصلنا هسه جاي نستراح، شاي، شويه ترتيبات. قواك الله رسول. طبعا مثل ما قاعد تشوفون الدنيا ليل. طبعا الساعه 5 الصبح، الجو كلش بارد ومجحلين. ان شاء الله نوصل بالسلامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من خلال رحلتنا إلى محافظة كربلاء المقدسة إلى زيارة الحبيب المعشوق أبو عبد الله الحسين عليه السلام. من خلال هذه رحلتنا يعني صادفنا قضاء الخضر. مثل ما تعرفون إنه بقضاء الخضر مقام الخضر. وصلنا لهذا المقام، راح نراويكم الأجواء جوا، وإن شاء الله الفيديو يعجبكم. خليكم ويانا. شلونك؟ حياك الله. شلون الصحة؟ ربي يحفظك ويوفقك ان شاء الله. تمام والله. سوى الزيارة. الله مالك. تعرف. الخضر عليه السلام. العراق. الإمام الحسين عليه السلام. حاليا وصلنا الى بوابة السماوة الرئيسية. مثل ما تشوفون خلفي، وهنا ابوي وعلاوي. جو حبيبي. شلونك؟ رسول وعلاوي. وهسه راح نتوجه نحو المعشوق كربلاء المقدس. حبايب قلبي الطيبين الغوالي، وصلنا من خلال رحلتنا الى كربلاء المقدسة الى يعني منطقة الرميثة، قريب على محافظة السماوة. وحاليا متوجهين الى محافظة كربلاء، بقى تقريبا 150 كيلو. وان شاء الله هاي الرحله راح تدوم، وهاي الرحله كلها راح نوثقها لكم جزء جزء. ويعني هنا الوالد ابوي، وهنا علاوي الذهب، هنا علاوي. وهاي مثل ما قاعد تشوفون المناظر الحلوه. الرميثة طبعا تتميز بالنخيل، تتميز بالطبيعه، كل شيء تتميز بكل شيء حلو. الحمد لله والشكر، وصلنا الى مركز مدينه الرميثة في محافظه السماوه. طبعا من خلال رحلتنا الى محافظه كربلاء الى الامام الحسين عليه السلام، يعني متوجهين بهذه الرحله. صادفنا موكب خادم الحسين الرادود ياسين الرميثي. كلنا نعرفه الرادود العظيم اللي يعني تخلد التاريخ بتسجيلاته. طبعا الحمد لله والشكر، من خلال رحلتنا الى محافظه كربلاء المقدسه صادفنا مرقد سيد ابراهيم قريب على قضاء الحمزه الشرقي.
شو ما يوصل. طبعا حبايب قلبي مثل ما قاعد تشوفون وصلنا الى قضاء الحمزه الشرقي. وصلنا الى مرقد الامام الحمزه الشرقي في قضاء حمزه الشرقي في محافظه الديوانيه. راح اراويكم هنا الاجواء كل جميله، اراويكم تفصيل. الامام الحمزه الشرقي عليه السلام. نورت نعم صعد 1500. ها؟ طبعا حبايب قلبي مثل ما قاعد تشوفون هسه احنا بمكان كلش اثري وقديم على عهد نبي الله ابراهيم عليه السلام. مثل ما قاعد تشوفون خلفي هذا مرقد نبي الله مدين ابن ابراهيم الخليل عليه السلام، يعني منذ آلاف السنين وهو متروك ومهمول. مثل ما قاعد تشوفون يعني الارض يعني مو كلش مهتمين بالمرقد، سفر يعني يهتمون بهيجي اماكن اثريه كلش جميله. هسه يا ريت يتبعني رسول المصور يجي وياي، تعال. مثل ما قاعد تشوفون اللهم صل على محمد وآل محمد. مثل ما قاعد تشوفون هسه خلفي زيارة نبي الله مدين ابن ابراهيم الخليل. بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب قلب الغوالي يعني مثل ما قاعد تشوفون شجرة الأنبياء نبي الله هو مدين اللي هسه احنا بالمرقد مالته شعيب من إبراهيم آدم إدريس نوح وجميع الأنبياء قديم للغاية ما شاء الله. هذه هي صورة نبي الله مدين ابن نبي الله إبراهيم الخليل. حبايب قلب راح ناخذكم بالمقام الثاني. حبايب قلب الغوالي طبعا وصلنا الى قريب يعني على محافظة بابل، قريب على قضاء القاسم، وحاليا يعني بقى 20 كيلو وندخل الى قضاء القاسم. حاليا احنا باراضي السنية، اراضي السنية محافظة الديوانية، وان شاء الله راح نوافيكم بالفيديوهات الجميلة الممتعة، الفيديوهات الحلوة. وهذه سلام الله عليك سيدي ومولاي ابو عبد الله. بجاهك يا قاسم اخونا بجاه هذا اليوم تقبلوا عملنا يقضي حوائجنا دفعها على محمد وال محمد. قالها الرضا يوم من الأيام إذا لم تزرني أو لا تقدر على زيارتي فزر أخي القاسم عليه السلام في مدينة أو قضاء القاسم عليه السلام. تشوفون اليوم جاي يحيون زيارة الإمام الرضا في ذكرى وفاته. احنا بمحافظة بابل منطقة نادر، ما قاعد تشوفون عشاء ليلي. وصلنا يعني وقت متأخر، تعشينا هاي الحين لفوات سريعة يعني. هاي القعدة الشعبية طبعا بالناصرة قاعدة شعبية وبالحلة قاعدة شعبية نفس الشيء. على قواعد عمي. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي اللفات. لا صدق. توكل على الرسول. صباح الخير. طبعا هسه راح نتوجه الى كربلاء.
طبعا الحمد لله والشكر من خلال مسيرتنا إلى كربلاء المقدسة الإمام الحسين عليه السلام. صادفنا مرقد شريفة بنت الإمام الحسن، ويعني خذانا الليل من وقت متأخر بالليل، فلقينا ما شاء الله حسينية، ولقينا هنا مبيت والأجواء هنا كلش حلوة وخدمة ما شاء الله. بتنا هنا وهسه مثل ما قاعد تشوفون الفجر زرنا، وإن شاء الله راح نتوجه إلى كربلاء المقدسة. بس قبل لا نتوجه إلى كربلاء راح ننقلكم الأجواء اللي هنا جوا مرقد شريفة. شريفة يعني لها كرامات ولها معجزات، شافت هواي مرضى وشافت هواي ناس من العراق ومن خارج العراق. راح اراكم الاجواء جوا وخليكم ويانا. هذا هو مرقد مثل ما قاعد تشوفون قدامي. تبارك الله عليك. جزاك الله والف سلام. قبل الله زيارة. منه منك حبيبي. طبيبة المعلولين عليه السلام. حبايب قلب الغوالي، يعني مثل ما تعرفون ان اللي يقطع مسافه طويله لازم يستراح مكان يرتاح به حتى شنو يتم طريقه وهو مرتاح. اذا كله طريق يعني ما راح تشوف شيء من سفرتك. واحنا سفرتنا رادينا يعني احنا نتونس وانتم تتونسون، وندعي ان الله يرزقكم ويوفقكم بحياتكم. هذا المكان اللي استراحينا به هي مشاتل تابعه للعتبه الحسينيه عليه السلام في طريق كربلاء، طريق منطقة الحسينية اللي تبعد عن كربلاء 10 كيلو. منطقة روعة وكلش حلوة وتونسنا هنا مثل ما قاعد تشوفون هذه الأجواء. راح أراكم فيديوهات إلها، خليكم ويانا. قريب يعني على منطقة الحسينية، وصلنا لهذا المكان، مكان كلش راقي. شلون الأجواء هنا؟ أبول مكان روعة. باولي ان الله. هذا هناك شريف بنت بو. رجلي بس أصبعين. اللي تعبني حبايب قلبه. هذا الطاووس الابيض. هذه بلبل. هذا البلبل طبعا معشوق البلبل. من البط.
مخدوم الله نعمتي. طبعا حديقة ولا أروع، زرناها واستمتعنا كلش. كلكم بعد فرة كلش حتى نطفر لكم. هذا ثلاثة يعني. هذا تقص جروسوني ذاك صب. هذا هو تراث كربلاء، الجسر الذي عبرت عليه السيدة زينب عليه السلام أثناء السبي من كربلاء إلى الكوفة. ما شاء الله يعني جسر أثري كلش. يعني الجسر، هاي القمة مال الجسر، هذا هو الجسر بالعكس. جسر تراث كربلاء من التراث. حبايبي قبل مثل ما قاعد تشوفون هذه الارض اللي وراي هاي تعسكر بها عمر بن سعد وجيش ال اميه لمحاربه الامام الحسين مثل ما تعرفون يعني بمعركه الطف. هذه الارض المعلومه يعني جرداء ما ينبت فيها ولا نبته، لان هذه الارض غير مباركه من قبل رب العالمين. وهذه الارض تبعد عن كربلاء 5 كيلو تقريبا في منطقه الحافظ والسلام. حبايب قلب الغوالي مثل ما قاعد تشوفون وصلنا الى مرقد اسماعيل بن السيده زينب بن جعفر الطيار عليه السلام. وهذا المرقد يعني يبعد عن كربلاء تقريبا 5 كيلو مثل ما قلت لكم، قريب على هذا المكان اللي قبل شويه طلعت لكم اياه اللي هو معسكر عمر بن سعد، قريب عليه اللي هو مرقد اسماعيل بن السيده زينب بن جعفر الطيار واخته ام كلثوم مثل ما قاعد تشوفون، هذاك هناك مجاور اليه. الغوالي مثل ما تعرفون قبل شويه صورنا اسماعيل بن السيده زينب بن جعفر الطيار، وهسه وصلنا الى مقام عون بن زينب عليه السلام. راح نصور لكم الاجواء جوه وخليكم ويانا وان شاء الله الفيديو يعجبكم. الآن حبايب قلبي وصلنا إلى مرقد الحر ابن يزيد الرياحي. من خلال هذه رحلتنا راح نوصل إلى مناطق كثيرة يعني من كربلاء المقدسة، لكن قبل لا نروح لهذه المناطق راح ننقلكم جوه بالضريح والأجواء اللي جوه مرقد الحر ابن يزيد الرياحي. خليكم ويانا وإن شاء الله الفيديو يعجبكم. تحياتي. الآن أصدقاء الطيبين وصلنا إلى المخيم الحسيني عليه السلام. ندخل إلى خيمة أبي الفضل العباس، خيمة الإمام الحسين وخيمة السيدة زينب. ندخل لجوون تفاصيل أكثر.
أصدقائنا الطيبين، من خلال رحلتنا إلى كربلاء المقدسة حبينا أن نراويكم مقام الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف اللي هو خلفي الآن. راح نراويكم التصوير إليه واضح أكثر يعني داخل المرقد، خلوكم ويانا. طبعا هذا هو مقام الإمام عجل الله فرجه. حبايب قلبي هسه وصلنا إلى مقام مقتل عبد الله الرضيع عليه. حبايب قلب الغوالي وصلنا إلى موقع استشهاد الإمام علي الأكبر عليه السلام اللي واقع في شارع السدرة نحو مقام الإمام المهدي عليه السلام عجل الله فرجه. حبايب قلب الغوالي طبعا وصلنا الى هذا المكان اللي هو ملتقى عمر بن سعد بالامام الحسين عليه السلام. هذا المكان اللي التقوا به هو هنا، وراح اصور لكم قلب الغوالي. طبعا هسه وصلنا الى مركز محافظه كربلاء المقدسه، وخلفي الان هو الامام ابو الفضل العباس عليه السلام قطيع الكفين سلام الله عليه. بعد ما قطعنا هذه الاماكن كلها صورنا لكم اياها، اكيد هو الامام ابو الفضل العباس يستاهل انه ندخل لجوه ونصور لكم ونوثق لكم بين الحرمين والامام الحسين وجميع الاماكن، ونفتخر ان هذه الارض المباركه التي سقط عليها ابو الفضل العباس عليه السلام ونتبارك بها، وان شاء الله نوافيكم. وهسه وصلنا الى كف ابي الفضل العباس الايسر عليه السلام قرب مرقد الامام العباس. راح نصور لكم الكف الايمن. هذا طبعا كف العباس الايمن عليه السلام. قبل شويه صورنا لكم الايسر، وراح نروح نتوجه الى بين الحرمين حتى نوصلكم بعد الاجواء. عليه رسمي حياك الله. طبعا الصراحه كمان الإمام جعفر الصادق عليه السلام. حبايب قلب الغوالي هسه وصلنا إلى مقام الإمام جعفر الصادق عليه السلام في كربلاء المقدسة. حبايب قلب الغوالي هسه احنا قاعدين بين الحرمين الشريفين. هذا المكان الحزين على قلب سيدتي ومولاتي زينب عليه السلام، حيث تتقلب هنا في يوم الأربعين وفي يوم العاشر من محرم من بين هذا المرقد إلى مرقد أخيها أبو الفضل إلى مرقد الحسين، وهي تتعثر. يعني حزين هذا المكان كلش علينا، واحنا اكيد ينعصر قلبنا من نشوف هيك مكان بين الحرمين. هو يعني
والآن حبايب قلبي وصلنا إلى أبا الأحرار سيد الشهداء المرمل بالدماء الإمام الحسين عليه السلام. هذا هو الهدف الذي كنا نصل إليه ونحلم أن نصل إليه، لكن في زيارة الأربعين أصبحت لنا ظروف وتعذرنا إلى وصول إلى المعشوق، لكن راودنا الشعور يعني قلنا ورا الزيارة لازم أن نروح. سوينا لنا انه فكره احنا والصديق علي الزيرجاوي وجينا بالستوته، وصلنا الى المعشوق وصورنا لكم هذه الاماكن كلها لاجل نراويكم انه شيعه امير المؤمنين موجوده رغم وباء كورونا ورغم الاحداث اللي صارت بالعراق بالفتره الاخيره. وصلنا الى قبه الاحرار الامام الحسين عليه السلام واخيها بالفضل العباس، لكن بسبب القطوعات مثل ما تعرفون بالامام الحسين يمنعون انه تدخيل التصوير للجوا، فراح نصور لكم الاجواء من برا وان شاء الله يكون حسن ظنكم. علي انا عيوق الزوار قال والله انا كويس. الله حيلك الغالي رسول. طبعا هسه كملنا الزياره بكربلاء المقدسه، متوجهين يعني للقراد من هذا الستوته حتى نروح لكم بعد مكانات اكثر واكثر ونرجع نتريق. والله ابو حسين حياك الله رسول. والله حيلك الغالي. حبايب قلبي طبعا هسه وصلنا الى نص مسافه حصن الخيضر، يعني بعدنا هسه عن كربلاء تقريبا 25 كيلو عبرنا القطاره. ان شاء الله راح نوصل لحصن الخيضر ونراكم الاجواء هناك، الاجواء الحلوه. شوفوا هذا الطريق، طريق خالي يعني بس التريلات اللي يؤدي الى عرعر، طريق خالي. هنا شويه استراحه، لازم عصير وبسكيت، وهذا بنزين دبات جناط. وصلنا طبعا الى حصن الخير. حياتي حبايب قلب الغوالي، من خلال رحلتنا لمحافظة كربلاء المقدسة رحنا يعني المكان أثري كلش قديم اللي هو قلعة الخيضر أو حصن الخيضر اللي يبعد عن كربلاء جنوب غرب كربلاء 50 كيلو، قريب على قطارة الإمام علي عليه السلام. زرنا ودعينا لكم إن شاء الله. هذا المعلم اللي وراه هو يعني تاريخي، بس يعني ما حد يعرف إنه تاريخه زقيد، يعني قديم كلش. هو راح أراكم جوا هناك إن شاء الله يعجبكم.
هو منها هذا الطريق، انت تطلع من حبايب قلب الغوالي. طبعا وصلنا الى قطارة الامام علي عليه السلام. اللي ما يعرف شنو قطارة الامام علي، هي عبارة عن ينبوع ماء يسمي بقطارة الامام علي، تقع في الصحراء الغربية لمحافظة كربلاء، وتبعد عن مركز المدينة بحوالي 28 كيلو بالقرب من بحيرة الرزازة. يقول المؤرخون عنها ان الامام علي عندما توجه الى صفين لحق بجيشه العطش، فوجد الامام علي في وسط الصحراء صخرة، فشق بيده الصخرة فخرج منها ماء عذب ولا يزال يجري حتى الآن. هذا هو أعلى مكان يعني بالقطارة، يسمونها جبال قطارة الإمام علي. مثل ما قاعد تشوفون احنا هسه قاعدين بالقمة، كلش أعلى مكان. حبينا نوصل لكم هذه الصورة الجميلة إلى أبصاركم، وإن شاء الله يعني يكون عند حسن ظنكم. مثل ما قاعد تشوفون الأجواء هنا وراي، هذيك هي وراي يعني هناك بحيرة الرزازة. هسه إن شاء الله راح نوثق لكم إياها، والأجواء حلوة إن شاء الله. وعلى القبر من الضحك وعلي الماي. مثل ما قاعد تشوفون، قواكم الله ان شاء الله زياره مقبوله. كاميرا حلوه، شوف الصالة السوداء. طبعا وصلنا لاعلى مكان يم القطاره، بس لقينا هنا مكان يعني عالي كلش، وهذا اعلى مكان. هذه قطاره الامام علي، وثقنا لكم اياها ربشي من الاعلى.
طبعا اجينا الى قطاره الامام علي، وبالطريق مال القطاره صادفنا هي بحيره الرزازه، يعني لقينا شفنا ناس تصيد وهاي واجواء. نزلنا من الشارع وما شاء الله شوفوا الاجواء كلش حلوه. بحيره الرزازه هي طبعا بصحراء كربلاء، بس لكن هي مثل ما قاعد تشوفون ما نقدر نوصل لجوا. خلي لي زميلي المصور يعني يشاهد لي. أبويا بقلبي طبعا مثل ما قاعد تشوفون وصلنا للقطارة، وبعدين مرينا إلى الرزازة مثل ما قاعد تشوفون. هذه الرزازة مكان كلش راقي، استمتعنا ما شاء الله. أجواء روعة. هسه قاعد ناخذ صور، صورنا لكم فيديو. والله صادق يصيدونه ويزودتهم ناعم يطلع. اجواء حلوه هنا ما شاء الله. هذا مثل ما قاعد تشوفون خلفي هسه طلب حسين. حياك الله كروري، ربي شلونك؟ يحفظك. هذا رسول، هذا رسول قاعد يصور الله. ما خليناها تفوتكم هذه الاجواء. طبعا حبايب قلبي هسه مثل ما قاعد تشوفون من خلال رحلتنا كربلاء المقدسه مرينا محافظه النجف، وهسه احنا مقبره وادي السلام. زرنا موتانا وموتاكم والله يرحم موتانا وموتاكم، وصادفنا قبر المرحوم الشاعر جبل الشعر ابن الناصريه عريان السيد خلف رحمه الله. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله يرحمه ان شاء الله. عمت عين الليالي وهجم بيت الموج، يتخطى الرعيع وياخذ الماجد. رحمك الله يا شاعرنا. قصيدة أقول فيها هيك: هذا الموت، هذا الموت جسر للا نهاية عليه كنا الله. هذا الموت هاجس يبتدينا بلحظة التكوين ويرافقنا العمر من غير ضجة وصوت. على كف المناية مشرغدين ننام ونلهث على الدنيا ونبني بيها بيوت ونتعافى ونذم بالخلق هذا وذاك، وعلى غفلة وزرق قدامنا التابوت. حبايب قلب الغوالي من خلال رحلتنا إلى مقبرة وادي السلام. طبعا تعرفون شهيد المظاهرات شهيد أكتوبر الشهيد عمر سعدون الخفاجي اللي هو من أقاربي. مثل ما قاعد تشوفون هذا هو قبره في الفتحة الأولى من وادي السلام. نقرأ الفاتحة وندعو لجميع الأموات. الله يرحمك صاحبنا. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يرحمه إن شاء الله البطل الشهيد. علاكم ما بسيتوته؟ جبنا وما جبنا؟ ما هي سفنجة. ادري جبنا وما جبنا حمام شاي زراعي. خلاص موي هذا بارد. خليه لا
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم رب هذه الأرواح الفانية والأجساد البالية والعظام النخرة والآن أيها الأحبة الكرام وصلنا إلى أرض العشق أرض أمير المؤمنين عليه السلام ابن عم النبي الأكرم. من هذه الأرض سوف نواصل لكم التصوير من الخارج، لأن من الداخل يعني ممنوع، مثل ما تعرفون يعني التصوير ممنوع جوا. هذه أرض أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب، وزرنا ودعينا كل من أوصانا بالدعاء. حبايب قلبي وهسه يم جوار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، مثل ما قاعد تشوفون هذا هو في باب الساعة. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأجواء حلوة، زرنا ودعيناكم. حبايب قلب الغوالي، من خلال رحلتنا إلى محافظة النجف مرينا بقضاء الكوفة ومرينا بمركز قضاء الكوفة، واللي هو قريب على ميثم التمار اللي هو المرقدة الخلفية. الآن ميثم التمار بن يحيى. دعنا إلى جميع من أوصانا بالدعاء وإلى جميع شيعة أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. من داخل قرية ميثم التمار عليه السلام.
طبعا حبايب قلبي، بعد ما زرنا ميثم بن تمار توجهنا إلى مسلم بن عقيل عليه السلام وهان ابن العروة، وهو موجود قبورهم ومراقدهم في مسجد الكوفة المعظم مثل ما قاعد تشوفون خلفي الآن. اللهم صل على محمد وآل محمد. الآن في مسجد الكوفة، وخلفي الآن مقام نبي الرحمة نبي الإنسانية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هنا قريب من عندنا هذا المكان اللي كانوا يعني يعرفون وقت الصلاة من عنده على ظل الشمس. إن شاء الله زرنا ودعينا لكم جميعا. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الدنيا بكل جمالها وعظمتها سوف تنتهي يوما ما، والشمس والنجوم أيضا سوف ينطفئ نورها، والجبال الشاهقة عندها سيصبح الإنسان كالنملة التي غمرها الطوفان، يبحث عن مأمن له، يركض ويركض باحثا يريد جنة المأوى، فلا يرى إلا جسرا بينه وبين جنة ربه، وهذا الجسر يمنعه من الوصول إلى هذه الجنة. إنه جسر يتسع تارة ويضيق أخرى. إننا نراه ملتويا تارة، وتارة أخرى شديد الانزلاق. والآن في مرقد مسلم بن عقيل عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. حبايب قلب الغوالي، لنا راح تكون نهاية هذا الفلوج أو هذا الفيلم الكامل اللي وثقنا لكم إياه من الناصرية إلى كربلاء، ومن كربلاء إلى النجف. راح نقطع لكم هذه الأجزاء، وإن شاء الله كان بحسن ظنكم. إن شاء الله الفيديو عجبكم، وإذا عجبكم لا تنسون تخلون لايك واشتراك. وتحياتي لكم من مرقد مسلم بن عقيل ومن مرقد المختار الثقفي. زرنا ودعينا إلى جميع شيعة أمير المؤمنين وإلى كل من أوصانا بالدعاء. إن شاء الله نوافيكم بفيديوهات أخرى. مع السلامة. كان وياكم أخوكم كرار خفاجي، أخوي علاوي وأخواني. مع السلامة. أبواب الخروج. مع السلامة.